كلنا نؤيد الدستور. الدستور فيه استقرار البلاد، وبقول للفلول اطمنوا، الرئيس مش ماشي 4 سنين هيقعدهم. احنا اخترناه باغلبيه. ائتلافات شبابيه وحركات وجمعيات واحزاب ونقابات وصحفيين واعلام، كل ما تتخيلوه من فئات المجتمع المصري قاموا بعمل جلسات استماع لهم في مجلس الشعب، في مجلس الشورى. كانت الجلسات بتبدا كنا بنبقى موجودين من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 9 اخر النهار. ان لابد على المعارضه ان تفهم دون تراشق بالالفاظ، لابد على المعارضه ان تفهم ان احنا لا ندعو لتقديس احد، لا لتقديس رئيس ولا لتقديس دستور، كل ده جهد بشر. بس خلونا نلتزم مع بعض باطار، خلونا نلتزم مع بعض بقواعد. التأسيس الثاني للثورة هو بوضع الدستور. الدستور يا سادة هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم. لا يستطيع عامل أن يعمل في منشأة، في شركة أو مصنع دون أن يكون هناك عقد. فكيف يحكم حاكم شعبا، أو كيف يحكم شعب دون أن يكون هناك اتفاق أو عقد بين طرفين؟ بأننا نقبل ولاية غير المسلمين أو نقبل ولاية النساء مع احترامنا وتقديرنا لغير المسلمين وللنساء.